7 حاجات يخلوا الهافال الاتش 6 الاتش اي في من اهم العربيات العائليه اللي موجوده في السوق دلوقتي. اول حاجه هي ان العربيه دي هايبريد. طبعا حجم العربيه ده كله عايزين موتور قوي. العربيه هنا بتنزل بموتورين، موتور كهرباء وموتور بنزين. الموتورين مع بعض بيطلعوا 243 حصان و530 نيوتن عزم، توصله بفتيس معمول مخصوص علشان العربيات الهايبريد، بيسموه بالديديكيتد هايبريد ترانسميشن. والفتيس ده بيتعامل مع الموتورين بمنتهى الذكاء، بيعرف امتى يشغل موتور الكهرباء وبيعرف امتى يشغل موتور البنزين. يا جدع دي العربيه فيها لونش كنترول بيخليها بتتسارع من 0 ل 100 في حدود 8 ثواني بس. اخلاق العربيات العائليه باظت خالص. وتاني حاجه بتميز العربيه دي هنا وهو استهلاك البنزين بتاعها. مش معنى ان معاك عربيه قويه يبقى استهلاك البنزين بتاعها عالي. انت متخيل القوه اللي معاك دي كلها بالحجم ده كله، استهلاك البنزين معاك هنا 5 لتر كل 100 كيلو، ده المتوسط بتاعها. يعني انت ممكن باداء احسن شويه في السواقه تجيب ارقام اقل من كده بكتير. مش بقول لك اخلاقها باظت خالص. واكيد برضو عربيه عائليه يعني مساحات داخليه، ودي تالت حاجه بتتميز بيها العربيه دي. وطبعا في العربيه هنا تكسب في موضوع المساحات ده بجداره. مساحه الكنبه عملاقه، حتى الليج روم والهيد روم مساحتهم ممتازه، وعندك فتحتين تكييف، فتحتين يو اس بي، ومفيش نفق فتيس، فانت ممكن تجيب حد من عيالك يجري هنا عادي. وده هينقلنا الرابع حاجه وهي مساحات التخزين في العربيه. شنطه العربيه هنا بتفتح كهرباء وكمان بالرجل كده لو عايز تفتحها برجليك لو ماسك حاجه، يعني تكنولوجيا وعمليه في نفس الوقت. مساحه الشنطه هنا بتتراوح ما بين 560 ل 600 لتر، يعني مش هتاثر معاك في اي حاجه. السوبر ماركت، مصيف، سفر، كل حاجه مش هتقول لك لا، انت ممكن تحط عفش العربيه جوه الشنطه. وقلت لك من شويه العربيه مليانه تكنولوجيا وعمليه في نفس الوقت، فدي خامس حاجه بتميز العربيه دي وهي التكنولوجيا اللي موجوده فيها. عندك كاميرا 360، كراسي تبريد وتسخين وكهرباء وفيها ميموري. عندك كمان شاشه عملاقه تتحكم في كل حاجه في العربيه، وعندك اوتو هولد. كل حاجه عندك تعرف تعد لحد فين. وما تقلقش، هتاخد الحاجات الحلوه دي كلها وكمان هتاخد شكل فخم جدا. شكل العربيه ضخم جدا بيدي فخامه مش طبيعيه، مع كمان شبكه متداخله في البادي بتاع العربيه شكلها لذيذ قوي، واضاءه ال دي بالكامل، وستايل بلاك اديشن مسيطر على العربيه كلها في كل حته في العربيه. وكمان جنود 19 بوصه باللون الاسود، وكمان لايت بار قوي جدا. العربيه هتديك حضور قوي جدا في الشارع. واخر حاجه واهم حاجه وهي وسائل الامان. العربيه دي فيها كل وسائل الامان اللي انت تتخيلها، من الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي والتراكشن كنترول والهيل اسيست. كل حاجه انت متخيلها في وسائل الامان العاديه دي موجوده في العربيه. وكمان العربيه فيها كل انظمه الامان اللي موجوده في الفرامل او فرامل الطوارئ بتاعتها، وانت خارج من ركنه وانت داخل من ركنه، بوشك بظهرك اي حاجه، لو حد معدي من قدامك، لو عربيه وقفت قدامك وانت مش هتلحق تدوس فرامل، هي بتلحق مكانك وبتدوس فرامل. فما تقلقش، انت كده كده في امان مع العربيه دي. دلوقتي عرفت ليه العربيه دي من اهم العربيات العائليه الموفره اللي موجوده في السوق دلوقتي. تفتكر العربيه دي فعلا من اهم العربيات ولا انت شايف ليك راي تاني؟